في ايه؟ المنشيه كلها كانت بتجري ورايا. حببت ايه تاني؟ في ايه؟ ابدا والله يا جدعان، دي كانت عمليه مضمونه، فكرت لها قبل ما اعملها. في السجاير هنا. استنى. حوده حوده، واحد شاي يا حوده. معلش يا حوده، النبي يا حوده، واحد شاي. ابدا، نتشت سلسله من واحده ست وطلعت اجري. في المنشيه؟ يعني في زقاق كده، في الشهداء مش دي المشكله يا سعد، المشكله اني طلعت اجري لغايه ما دخلت في شوارع ما شفتهاش قبل كده. انا قلت ايه الشوارع الجديده دي؟ تهت يعني؟ جريت، تهت. دخلت في شارع قابلني رحت قاطعه، جريت لغايه ها يا عم، ها يا عم. دخلت في شارع جريت فيه قطعته لغايه ما وصلت منطقه، بصيت ورايا ما لقيتش الناس اللي كانوا بيجروا ورايا، قلت الحمد لله، ده برافو عليا، ده انا توهتهم بقى. رحت وقفت اطمئنيت وخدت نفسي، وقفت كده بقى، رحت جيت اطلع السلسله اشوفها، طلعت فالصو. طلعت دهب. دهب. لا يا راجل. فيها حتت مشغوله كده والقفل دهب. وبعدين؟ ولا قبلين طلع عليا واحد مطوه، وطلع عليا واحد مطوه. اتثبت؟ شكرين يا هدى. سلام يا هدى. اتثبت؟ خلاص يا سعد بقى، خلاص يا سعد، ثبت ثبت، مش دي المشكله. المشكله انه خد مني كل حاجه، خد مني فلوسي والحزام، وخد خاتم ابويا، شكني هنا. سوء تخطيط، سوء تخطيط. خلاص، المهم يا جدعان، هو مين هيحاسب لي على الشاي؟ ايه يا ابني، انت مش انت قلت اللي عازم؟ ده قبل ما اجيب الكتاب. كتاب ايه؟ هنعمل بأمه ايه الكتاب ده؟ هنعمل ايه بأم الكتاب؟ الله. هنعمل بأمه ايه؟ بقول لكم ايه، اصحى يا عم معايا قبل ما نتضرب كل واحد من سكه. وبعدين الذكاء مش مقياس السعادة. يعني الإنسان بوضعه في أعلى سلم تطور وإنجازاته العلمية والفكرية ما تقدرش تجزم إنه كائن سعيد. أنا مش سعيد، بس مقضيها. أنا مش بتكلم عليك، أنا بتكلم على البشر عموما. مفيش كائن غير البني آدم بيفكر في الانتحار. شفتش أبدا قرد شنق نفسه عشان بيمر بحالة اكتئاب؟ الحوت ساعات بينتحر. احتمال تنتحر كنوع من الحزن لما يموت لهم حد، بس مفيش حوت انتحر مثلا عشان حس إنه ما أثبتش ذاته في الدنيا فانتحر. أو وصل لدرجة من الإحباط إنه يرفض كيانه كحوت. والله فكرة انتحار الحوت دي فكرة رومانسية جدا. وبعدين أنا مش متضايق من نفسي الدرجة دي، أنا بس زهقان. أنا ما كنتش بتكلم عليك، مع ذلك مفيش مشاكل، أنت بس محتاج تفكر شوية. أنا عارف أنا محتاج إيه. محتاج هدوء.
يا ابني انت رحت فين؟ انت مش كنت بتجري معايا؟ ما انا تعبت من الجري واستخبيت في الجراج لحد ما حوده بتاع القهوه ما رجع. محدش شافك. لا بس حوده شافك وقال الواد ده لو جه هنا تاني هطلع بوز امه. بوز امي لوحدي؟ طب وبوز امك؟ وبوز ايه؟ وانا كنت قاعد على القهوه لوحدي ولا ايه؟ ما اعرفش بقى، هو قال كده. وانا مش عامل كل حاجه لوحدي انا ولا ايه؟ ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ معرفش، بس انا مشكلتي اني عايز احش او اضرب اي حاجه من الصيدليه ما تفرقش. بس المشكله الراجل بتاع الصيدليه ده قاطع عليا. انا نفسي في علبة سجاير. ايه يا ابني ما تصحنا؟ ما تهدى يا عجمي، هو ماله يا عم؟ انت ايه؟ انت مش شايف هيشلني؟ الحق عليا اني كنت بفكر لكم في خطه. خطه؟ شاكين عامل خطط. استنى خدت ايه يا مشري؟ لو مهتمين اسمعوا كلامي لغايه الاخر. اهو. اهم حاجه التخطيط الصح. معاك سكينه، مطوه، اي حاجه من الحاجات دي؟ عيب عليك، الغداره ما تفارقنيش. صحيح الولد بتاع الصبح فحمني، بس انا عارف شكله وهجيبه. انا معايا، كمل. احنا نشوف شارع هادي ما بيمشيش فيه غير الحبيب. احنا لو مسكنا لنا اتنين من دول وثبتنا البت مين هيعمل لنا اللي احنا عايزينه؟ طب ما هو ممكن يجري ويبلغ علينا يعني. اهم حاجه التخطيط الصح. ما احنا لو اصطادنا اتنين واستنينا لما الموقف بقى سخن شويه، فرويد بيقول اللي عنده حاجه تعباه ما بيفكرش بدماغه، لا مؤاخذه. فريد بيقول كده؟ يعني بما معناه. والله خطة جامدة. انت عارف ده لو هو معهوش هيبعت ويجيب. ممكن نخليه يجيب لنا ترمادول من الصيدليه. هيبقى بتاعنا. انت متأكد من الخطة دي يا مشرف؟ صدقني ده رد فعل اي بني ادم طبيعي في الموقف ده. فرويد بيقول كده؟ يعني فيما معناه على خيرة الله. الهدوء بالمعنى اللي انت بتتكلم عنه ده انت ما جربتهوش وما تقدرش تجزم انه موجود اساسا. انت ما سمعتهوش قبل كده عشان تحكم عليه وتتمناه. انا بعرف اظبط نفسي. اديني مثال واحد. الهدوء بتعريفه ان انعدام الموجات الصوتية والتضغطات والتخلخلات وكل الكلام ده ملهوش وجود غير في الفضاء. اللي انت تقصده هو هدوء نظري. متفقين؟ والهدوء النظري زي هنا مثلا بيتخلله صوت الشارع مهما كانت بعيدة، وصوت خطواتنا، وصوت نفسك ونفسي، ودقات قلبك مهما اتعودت عليها ونسيت وجودها. عندك مثلا صوت الساعة اللي على الحيطة، صوت التلاجة، صوت مروح الكمبيوتر، وصوت زنة اللمبة النيون. بالظبط. كل دي أصوات أنت اتعودت عليها وبقت جزء منك، مش هتلاحظ أهميتها غير لما تختفي. انت بتقارني نفسك باللمبة النيون؟ ما كنتش بتكلم عن نفسي. تعبان، زعلان،
سمير انا مش هسمح لك تبوظ كل حاجه. انا زهقان وتعبت من كل حاجه. بقول لك ايه، كل واحد من سكه. الله الله الله، ايه ده؟ بص على ده، انت هتقول لي شكرا عليك يا بيتي وانت هتصدق. مش فاهم، وانت هتروح تطمن علينا بالتليفون ولا ايه؟ هو مش تثبيت يا جماعه؟ بلاش كلام كتير عجل. انت تعمل اللي ورا حركتين خليه يتاخد. فين سهم الفتحه؟ فتحة ايه؟ انت مش عارفينها؟ وليه؟ يا كابتن، يا شاب، يا أمور، يا شتي، ايه؟ انت مش واخد بالك ان انا بعدي ولا ايه؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ عادي. عدي ايه؟ ايه اللي انت بتاكله ده؟ اطلع على اللي معاك خالص. معيش حاجه. فتشوا فتشوا يا جدع. وده ايه ده؟ تعالي كده. ايه ده اللي معاكي ده؟ ايه ده؟ 3 جنيه. طب ده معهوش حاجه. خطه باظت. ما تروح تجيب لهم اللي هم عايزينه. هات لنا كل اللي تلاقيه، فلوس، موبايلات، والحلوه معانا. حاولت تعمل اي حاجه مش هتشوفها تاني. هتبقوا فين؟ مالكش دعوه، هو هيبقى معاك وهنبقى على اتصال. يلا بينا. استنى انت هنا. مش المفروض اطلع معاك ولا ايه؟ ماشي بس انجز ها؟ لو حسيت بأي حاجة كده ولا انا ممكن افكر المكان. لا بس انت جامد يا مشرف اما بتفكر. عيب عليك، وانا عمري قلت لكم حاجه وطلعت غلط قبل كده؟ لا ما هو ساعات كانت بتجلي منك برضه. طب والله لما الواد يجيب المفيد مش هديلكم منه حاجه. هو اسمه ايه صحيح؟ سمير. وانا سعد. وده مشرف العقل المفكر بتاعنا. اهم حاجه التخطيط. هو كان بيقول كده برضه. بس مش المفروض ما تقولوش على اساميكم؟ ما هي دي طبعا مش اسامينا الحقيقيه، مش اسامينا الحقيقيه. لا ما اعمل شيء. واحد شاي معاك؟ لا واحد شاي كمان.
سمير ده عنده شرايط جامده؟ شرايط ايه؟ يعني مزيكا، اي حاجه. لا اظن كله على الكمبيوتر. كنا نقول له يجيب لنا شرايط. انا عندي شرايط جامده، كنت انا جبت شرايط. اجمد حاجه الشرايط، اجمد حاجه الشرايط. انا ما بقتنعش بالموسيقى الرقميه دي، ما بفهمهاش. يعني مثلا ايه الفرق ما بين الاوديو والام بي 3؟ سعد، ايه؟ هو الكاسيت اللي عندنا ده بيشغل بالاسطوانات المدمجه؟ ايه؟ هو الباشا اتأخر ليه؟ قطع معاكي؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. قطع معاكي ليه؟ يعني مشاكل كده. ايه النحس ده؟ معقوله يعني؟ ليه؟ معرفش، ومش بيتكلم، مش بيقول هو بيفكر في ايه ولا حاسس بايه. طب ما تعرفيش اذا كان بيحبك ولا لا؟ تاخد السؤال ده ومفكرش فيه اساسا. يعني في احتمال ما يجيش؟ مش معقول ده يبقى ما عندوش نظر. معرفش، انا عمري ما قدرت اتوقع هو هيعمل ايه. ما عندوش نظرية يا ابني. مفيش حاجه كده، مفيش حاجه كده، مفيش حاجه كده. طب قبل ما احنا نيجي كنتوا بتتكلموا في ايه؟ مفيش حاجة مهمة. حيتان، انتحار، لمبات نيون. بس هو في الآخر قال إنه عايز يسيبني. طب يعني مفيش امل ترجعوا لبعض؟ انا رايي ما تقعديش ثانيه واحده مع البني ادم ده. طب كلميه صالحيه شوفيه هيقول ايه. انا رايي تستني لما هو يتصل. ها؟ مش بيرد. لا الولد ده اكيد سهن وناوي على نصيبه. ايوه انا مطالب اساعدك. ايه؟ انا طلب عليا نار مرتين. انا قلت لك من الاول تخبى فشل. جرب بيتهم شرطه. يلا
نيتك؟ انت عملت ايه؟ مش عارف. الواد اللي كان معاهم كلمهم وطلعوا يجروا. نتكلم بكره. اشوفك بكره. يعني هي ناس قرف في يعني ناس قرف طيب؟ ولا في ايه طيب؟ ايه؟ ايه 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 لا تبقى مفيش كتاب فيه صور وحشة. انا احنا صحاب. مين هيحاسب لي على الشاي انا؟ اللي اخد ال3 جنيه. ما كانوش على الترابيزه، انا افتكرتك خدتهم. افتكرتك. والزنة دي خرمت وداني، والرنة دي فصلت دماغي، والزنة دي والرنة دي والزنة دي خرمت وداني، والرنة دي فصلت دماغي. ديلك في سنانك واجري، دعاية ملوش برشام. اطفي اللمبة لو سمحت. طفي ام اللمبة.